بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعي قناة مول القدس على اليوتيوب. النهاردة زي ما شرحنا لحضراتكم نقلين التكوين المربع والمدور، النهاردة بنشرح لك المدور. احنا شرحنا البطوط وشرحنا المربع في الحلقتين اللي فاتوا، النهاردة بإذن الله هنشرح لحضرتك المدور. طبعا احنا عارفين ان التكوين بتاع النقلين بيختلف، بيبقى عندنا 9، بيبقى عندنا 11، بيبقى عندنا 13. بفضل الله الحمد لله احنا عندنا التكوين كامل مكمل. النهارده بنقدم لحضرتك الطقم دوت عباره عن 4 حلل وجريل وطاجن. لو في اي استفسار عن اي حاجه في الطقم او اي سؤال حضرتك عايزه تساليه، اسالينا في التعليقات واحنا هنرد على حضرتك ان شاء الله باذن الله. من مميزات الطقم ده يا جماعه حاجات كتيره قوي. خدمه ما بعد البيع دي حاجه محترمه جدا. الضمان 3 سنين. الطقم واخد طبقه تيتانيوم ضد الصدى والخربشه. الطقم يد منه فيه عشان لو حضرتك حابه تدخلي الحله جوه الفرن ما بيحصلش اي مشاكل خالص، بس طبعا بتدخليها بدون الغطا ده عشان المقبض ده. طيب حضرتك حد يسالني يقول لي انت قلت على البطوط ان هو بيخش بالغطا، مفيش مشكله لان الغطا الجرانيت ما فيهوش مقابض. تمام، دي حاجه لازم حضرتك تاخدي بالك منها. الطقم بتاع حضرتك اول ما بتستلميه او اول ما بتشتريه من اي مكان، حضرتك بتجيبي نقطتين زيت وتمسحي الطقم كده باعتبار ان هو اول استعمال ليه. تاني حاجه الغطا ده ما بيخشش معاكي الفرن خالص عشان ما يتاثرش المقبض دوت بدرجه الحراره. انما الطقم كحله مفيش ادنى مشكله حضرتك تدخليه جوه الفرن مش هيظهر معاكي اي مشاكل. زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الطقم متكون من 9 طبقات جرانيت، واخد طبقه تيتانيوم تحميه من الصدى. الطقم ده بالمناسبه يا جماعه خالي من الرصاص تماما وما بيتفاعلش مع الاكل بفضل الله. حاجه محترمه جدا يا جماعه، وطقم في متناول الجميع. دي حاجه ميزه كويسه جدا ان احنا عندنا طقم يكون سعره في متناول الجميع. الطقم عباره عن 4 حلل زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا الجريل ومعانا طاجن الفرن زي ما حضراتكم شايفين. انا عايز حضرتك تركزي على السمك بتاع الطاجن او السمك الجرانيت عموما. حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. ودي كلمه دايما حضرتك لما تيجي تاخدي الطقم ده تتاكدي من كلمه نقلاين اللي في الظهر. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، في بعض الناس بتبيع نايس كوك على انه نقلاين لانه هو نفس الشكل يا جماعه، فحضرتك لازم تاخدي بالك كويس قوي. وبرده الضمان بتاع حضرتك تتاكدي ان هو مكتوب عليه نقلاين زي ما هو كده يا جماعه. تمام، معاكي ضمان 3 سنين، معاكي ضمان 3 سنين للمنتج بتاعك. تمام، وخدمه ما بعد البيع حاجه محترمه زي ما قلنا مره واثنين وثلاثه. بالمناسبه بقى في حاجات صغيره كده عايزين نقولها لكل ست بيت ولكل عروسه تاخد بالها من الموضوع دوت. ما تحطيش الحله على النار فتره طويله من غير اي حاجه فيها، لان ده طبعا بيخلي المنتج من كتر السخونيه يحرق في نفسه. دي الحاجه الثانيه، ما ينفعش ان حضرتك لما تيجي تخزني الطقم تخزنيه بالطريقه اللي هو حاجه فوق حاجه، لان الطقم ده جرانيت، فجرانيت مع جرانيت يخربش بعضه. في حاجه برضو تانية عايزين نقول لك عليها، ان الطقم فيه فتحات تهويه في الغطا زي ما قلنا في الاطقم اللي فاتت. الطقم الوحيد يا جماعه اللي مش هتلاقوا له فتحه تهويه هو البطوط، لانه هو جرانيت خالص منه فيه، يعني الحله زي الغطا ما فيهوش تهويه. الاطقم دي الميزه بتاعتها ان فيها تهويه زي ما قلنا عشان ما يحصلش عمليه تبخير للميه وتنزل على وش الاكل بتاعك وتبقى باينه نقط الميه في الاكل ويحصل بروده لدرجه حراره تسخين المنتج نفسه. تمام، ما ينفعش برضو نحط الزيت في المنتج ونسيبه على النار، دي حاجه من الحاجات. ما ينفعش ان انا زي ما قلنا نخزن الحاجه فوق بعضها فبتتخربش. تمام، دي حاجات مبدئيه او اوليه بنقولها لكل ست بيت عشان تحافظ على المنتج بتاعها من الخربشه ومن ان هو يظهر فيه اي عيب. الضمان ده لعيوب الصناعه 3 سنين. خدمه ما بعد البيع حاجه ممتازه جدا زي ما قلت لحضرتك في الفيديوهات اللي فاتت، ونفس الوقت بقول لك وباكد عليك في الفيديو دوت. لو حضرتك عندك اي استفسار ابعت لنا على التعليقات بتاعتنا اداره مول القدس، قناتنا على اليوتيوب. ان شاء الله باذن الله فريق السوشيال ميديا هيرد على حضرتك بخصوص اي سؤال. والسلام عليكم ورحمه الله.